واحدة من أكتر الجمل اللي أي سيلز بيرسون بيسمعها في بداية شغله كده، يجي له مدير ويقول له بقول لك إيه، أنا عايزك تفهم الزبون بتاعك، افهم العميل بتاعك. تفضل الكلمة ديت رغم تكرارها الكتير جدا لأنها أحيان كتير بتكون مش واضحة بالنسبة لنا. خليني أحكي لك قصة الأول وبعد كده هشرح لك تعمل إيه عشان تفهم زبونك كويس. تخيل معايا كده إن أنت واقف دلوقتي بتبيع لابتوب حلو جدا في محل، ودخلت عليك زبونة، الزبونة ديت بتقول لك لو سمحت عايزة لابتوب. فبدأت تطلع أحسن لابتوب عندك من وجهة نظرك، بدأت تعرض مميزاته طبقا لرؤيتك واحتياجاتك انت. من وسط 100 ميزة موجودة في اللابتوب انت اخترت السرعة والمتانة والجرافيكس بتاعته الحلوة جدا اللي ممكن تساعدك على الألعاب. وبعد ما انت خلصت الكول بتاعتك، الزبونة ديت راحت سايبة اللابتوب ومشيت. وبدأت انت تسأل نفسك وايه اللي حصل، هي ازاي واحدة زي دي تسيب اللابتوب الحلو ده؟ هل اللابتوب بتاعك وحش؟ اكيد لا. هل الزبونة بتاعتك كان في احتمال كبير جدا انها تشتري اللابتوب بتاعك؟ ايوه، ولكن كان لازم الكول بتاعتك اللي انت عرضت بيها اللابتوب بتاعك تكون ماشية بنفس ترتيب اولويات العميل بتاعك. وديت حاجة بنقول عليها decision making criteria. عقلنا مترتب بصورة مختلفة جدا عن بعض. انت لو انت جيت قلت لك ايه اكتر حاجة تهمك في اللابتوب، ممكن تقولي الجرافيك ديزاين بتاعه، لكن انا ممكن اقول لك لا، انا محتاج يكون خفيف جدا عشان بتنقل بيه كتير. فبالتالي ما ينفعش تعرض البرودكت بتاعك من وجهة نظرك انت، ما ينفعش انك تأسيوم او تخمن هو ايه المهم بالنسبة للعميل بتاعك، ولكن بديلا عن ذلك انت لازم تسأله. وهنا في 3 اسئلة بيقول عليهم 3 ماجيك كويستشنز، 3 اسئلة سحرية عشان تفهم عميلك بيفكر ازاي، وبالتالي تبدأ تفصل البرودكت بتاعك على حسب احتياجات العميل بتاعك. اول سؤال لازم تساله العميل بتاعك، هي ايه اكتر حاجه تهمك في اللابتوب اللي انت بتدور عليه؟ يعني ايه اكتر ميزه انت بتدور عليها؟ وهنا لازم تسمعه كويس. تاني سؤال بتساله عن الهيستوري بتاعه، هل انت اشتريت لابتوب قبل كده؟ هل كان عندك لابتوب قبل كده؟ طب ايه اكتر حاجه كانت مميزه قوي وعجباك في اللابتوب بتاعك، واكتر حاجه انت كنت مفتقدها انها تكون موجوده فيه؟ فبدات كده تقيم البريفيوس بيرشيز، الشراء، عمليه الشراء بتاعته القديمه، وتبدأ تشوف هل هو كان مبسوط مش مبسوط، بيدور على ايه، ناقصه ايه. ثالث سؤال والاهم، لو انت قدامك دلوقتي انك تختار ما بين 2 اوبشنز، اوبشن A اند اوبشن B، ايه الاوبشن اللي انت ممكن تختاره على حساب الاوبشن التاني؟ انت هنا بقى بتبدأ تخش ان ديبس في نقطة اولويات الاولويات. فانت كده مش بس ساعدت العميل بتاعك، اقول لك الصراحة انت كمان ساعدت العميل بتاعك ان هو يفهم نفسه. اوقات كتيره جدا ممكن العميل يكون جاي لك اصلا مش عارف هو بيدور على ايه، فانت اسئلتك اللي بتسالها له ديت هتبدا تخش معاه، طب ده كويس، ده وحش. انا عايز اقولك انت لو مشيت بالصوره ديت وبدات تطرح الاسئله دي، انت لو عندك 150 لابتوب ممكن العميل يختار منهم، ممكن في الاخر يكونوا 3. عشان كده النقطه بتاعت افهم عميلك كويس المقصود بيها جدا انك تفهم احتياجاته، تفهم اولوياته اللي بياخد على اساسها القرار.